معلق قنوات بين سبورت حفيظ دراجي عن ياسين بونو بعدما غاب عن التشكيلة المثالية لسنة 2023 خلال حفل الجوائز الذي أقيم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة مراكش. وقال حفيظ دراجي إن ياسين بونو الذي كان من قبل مرشحا في القائمة الموسعة للمنافسة على لقب أفضل لاعب برفقة محرز، فقد كان تتويجه بجائزة أفضل حارس مستحقا، وهو الذي قاد فريقه إشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقاد منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم. قبل أن يضيف دراجي قائلا: لكن غيابه عن التشكيلة المثالية للسنة كان لغزا محيرا، إذ تم اختيار الكاميروني أندريه أونانا ضمن القائمة في تناقض صارخ يصعب استيعابه، مثلما يصعب تفهم تواجد ساديو ماني ضمن التشكيلة، وهو الذي قضى نصف موسمه يعالج من الإصابة، ولعب أسوأ موسم له مع البايرن قبل أن ينتقل إلى النصر في النصف الثاني من السنة، إضافة إلى تواجد الغاني توماس بارتي ضمن قائمة أفضل تشكيلة، ولم يلعب مع أرسنال سوى 150 دقيقة منذ انطلاق هذا الموسم، ولم يكن أساسيا الموسم الماضي. وكعادته هاجم حفيظ دراجي حفل جوائر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث قال بالحرف: جوائز الكاف لهذه السنة كانت الأكثر تناقضا وإثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية، فقدت نزاهتها ومصداقيتها، وكانت مخرجاتها مثيرة للسخرية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تقتضي إعادة النظر في المعايير وتخليصها من هيمنة السياسيين والإداريين والمعلنين، وإعادتها إلى حضن الفنيين والإعلاميين والجماهير كما هي عليه في كل قارات العالم بحسب تعبيره.